الوزير يعرض أو المسؤول يعرض ما يشاء من آراء أو من أشياء أو إنجازات أو بتاع، ثم يبدأ الدور على الصحفيين للأسئلة. مؤتمر هنتناقش بقى مع بعض. أهم حاجة في المسؤول هنا هي سعة الصدر. زي ما احنا بنبقى قاعدين هنا كده وجالنا تليفون الناس تقعد تشتم فينا. طالما أنا تصدرت العمل العام وقبلت إن أنا أجي أقعد في التلفزيون وأفتح الهوا مباشرة مع الناس، علي أن أتقبل أي كلام ممكن يتقال هجوما ضدي. أنت غلطان في كذا، أنت غلطان في كذا، علي أن أتقبله. ممكن أرفضه ولكن بأدب، بأدب الحوار. يعني ممكن أرفض الكلام ولكن بالأدب وبالمناقشة. إنما عصبية لا، عصبية مفيش، تجاوز مفيش. لأن دوت ما ينفعش. طالما أنا قبلت هذا، طالما أنا قبلت إن أنا أقعد هنا وأسمع الهوا، خلاص. طالما قابل للمسؤول إنه يقعد على كرسي ويعمل مؤتمر صحفي ويجيب الصحفيين ويتناقش معاهم، يبقى يسمع منهم كل حاجة، الحلو والوحش. زميلتنا اسمها إيه بقى؟ داليا أشرف سألته سؤال، وشوفوا كان رد فعل الوزير إيه النهارده في المؤتمر الصحفي. إنشائية، تطورات تكييفات، تطورات ديكورات استوديوهات، ومضمون ومحتوى. لا مش شايفين مضمون ولا محتوى. خلاص بقى تعالي وانا اوريكي زي ما قالت زميلتك، اوريكي فين التطوير وفين المضمون. للاسف. طيب من فضلك كلامك يكون منضبط. احنا مش نظام سابق. احنا طب خلاص لا مش صحيح. حضرتك اسمك ايه؟ انا داليا اشرف. منين يا داليا؟ قناة النهار. اهلا بيكي. طيب شكرا جزيلا. شكرا. ارد على حضرتك بقى، لان عندنا مثل اللي ما يشوفش من الغربال يبقى حاجة تانية. احنا حضراتكم تقدروا تبصوا على محتوى التلفزيون المصري. لا يستطيع احد ان يقارن التلفزيون المصري الان بفترة ما قبل الثورة. ده كلام مرفوض تماما. لا احد يستطيع ان يقارن الاذاعات المصرية بفترة ما قبل الثورة. العاملين في هذا الاتحاد في هذا المبنى، ويستطيع اي واحد انه يشوف، واللي عايز يجي يشوف يتفضل يطلع على تقارير اتحاد الاذاعه والتلفزيون ونوريه ايه التقارير اللي بتطلع. لابد ان المسؤول يكون صدره اوسع من كده، يتلقى الحاجات ويقول اللي عنده. انما هو في الواقع لما يبقى الواحد ما عندوش حاجه ما بيعرفش يرد، بتلخبط، فيقول اللي تعالي لي بقول لك الكلمتين اللي قلتهم. طبعا هو بيحاول يصلح الكلمتين اللي قالهم قبل كده. ثم اللي ما يشوفش من الغربال، يعني ما انا اجيب صحفي او مراسل احطه قدامي اقول له انت اعمى ليه؟ ايه اللي ظاهر لي؟ يعني كل الناس عمي، مش زميلتنا داليا بس اللي عاميه. ما ينفعش كلام يبقى كده. ما ينفعش انا يكلمني حد وهو يقول لي انجازات قناه النهار اقول له انت ما بتشوفش الغربال تبقى. ما ينفعش. ينفع انا انتقد حاكم واقول الكلام ده؟ هو بينتقد مين بقى؟ بيواجه مين؟ الوزير بيواجه مين؟ فلازم يبقى فيه سعة صدر. لكن عموما انا مش هقف عند وزير الاعلام فقط، انا بقف عند الاخوان كلهم. هم عندهم حاجتين اتنين، يا اما يتعصبوا كده زي ما الوزير بيتعصب، يا اما يضحكوا ويردوا على اجابه تانية خالص. تقول له مساء الخير يقول لك الساعه 2:30.